بتبدأ حكايتنا مع شاب اسمه ويليام، واللي بيكون واقف قدام بنت، والبنت كانت بتقول له انت اكيد مجنون، بس جنونك بيركز على هدف معين. فرد عليها بطلنا وقال لها انا حاسس انك بتهنيني. فالبنت قالت له لا الموضوع مش كده، وسألته هل عايز شوية سحر ولا لا. فبطلنا قال لها اكيد ايوه، بس فجأة بنكتشف ان كل اللي هو شافه ده كان حلم، وانه كان نايم اصلا. ساعتها بنلاقيه قام من مكانه ووقف قدام المراية، وكان مش مستوعب الشخص اللي هو شايفه قدامه. بس فجأة بنلاقي ابوه بيقول له بعدين معاك يا ويليام، اتصرف بحكمة شوية وما تضحكش الناس عليك. وبعد كده سابه ومشي. وطبعا ويليام ما كانش فاهم حاجة، فالخدامة اتدخلت وبلغته انه الابن الخامس لعيلة هامilton، وانه موجود دلوقتي في سبوع اخته. بس برضه ما كانش مستوعب اي حاجة من اللي بتحصل، فقرر انه يروح ينام يمكن يطلع حلم ولا حاجة. بس للاسف ما طلعش حلم، وكل اللي هو فيه ده كان حقيقة. وادرك انه اتنقل لعالم تاني واتجسد في جسم ويليام هامilton، واللي بيكون الابن الخامس لكونت. وكان مستغرب البيت اللي هو عايش فيه، وقد ايه البيت فخم جدا. وبعد شوية بنشوف اخوه برونو وهو بيقول له اختنا دي لو اتجوزت حد عيلته كبيره زينا احنا كده هنكون ضمننا مستقبلنا، لان اخوك كبير وابوه حساسين جدا في النقطه دي، ودايما عايزين يكونوا احسن. وده لان عيله هامilton من اكبر 3 عائلات موجودين في البلد. المهم بنلاقي مساعد ابوهم دخل، وكان معاه كتب سحر، وطلب منهم يذاكروها. وطبعا مش محتاج اقول لك ان ويليام كان مبسوط جدا، بس اخوه احبطه وعرفه ان واحد من اصل 100 شخص هو بس اللي بيقدر يتقن السحر، فالاحسن ليه انه ما يرفعش سقف توقعاته. بس بطلنا ما فرقش معاه كلامه، وراح للخدامه وطلب منها توديه للمكتبه. واول لما دخل انبهر جدا بالكتب الكتير، وبنلاقيه اخد كتاب سحر النار الاولي وبدا يقرا فيه. والغريب بقى انه نجح من اول محاوله ليه، فعشان كده بنلاقيه راح لابوه وطلب منه الاذن انه ياخد كتب السحريه ويذاكرها. وطبعا مش محتاج اقول لك ان ابوه وافق على طول، حتى اسلوبه اللي ما كانش احسن حاجه بطلنا تخطاه، وان اهم حاجه انه اخد الاذن وفضل يذاكر لحد لما اتقن سحر النار. وبعد شهر بنشوفه هو واخوه في الغابه، ولما طلب منه يوريه اللي اتعلمه بطلنا ابهره. وبرونو ما كانش مصدق ازاي اخوه عمل كده، ولما جرب يعمل زيه للاسف بيفشل، لكنه كان بيتمنى له الخير دايما، وعرفه انه لو كمل بالشكل ده هيكون حاجه كبيره جدا في المستقبل. وبعد فتره بطلنا بيكون اتقن سحر النار، وقرر يدخل في سحر الجليد. بس وهو طالع من المكتبه ابوه وقفه واخده معاه للمكتب، وطلب منه يوري له السحر اللي اتعلمه. ساعتها بطلنا ورى له سحر الجليد وجمد الكتاب اللي معاه. ساعتها الاب ما عجبوش اداؤه، وعرفه ان ده مستوى عادي جدا. فرد بطلنا قال له انا لسه متعلمه من يومين، استنى اوريك سحر النار. وابهره بالتعويذه الناريه اللي عملها له. فعشان كده الاب طلب منه ما يتكسفش، واي كتاب يعوز يقول له عليه على طول. بعد كده بنشوف بطلنا وهو بيتمشى في الغابه، بس فجاه بيلاقي قدامه شخص اسمه ريموند. والغريب بقى انه كان عارف كل حاجه عن ويليام، وبنلاقيه بيقول له هو انت مش جاي تقبض عليا ولا ايه؟ فويليام بيقول له لا. وقتها ريموند اخد باله من كتاب السحر اللي معاه، ونصحه انه ينتظم في التدريبات وما يوقفش اهم حاجه. فبطلنا بيقول له تمام، وكان بعدها ماشي. بس فجاه بيقف لما بيسمع ريموند بيقول له ايه رايك لو قلت لك افضل واحسن طريقه للسحر؟ وعشان يخليه يصدقه بنلاقيه عمل تعويذه من تعويذاته، وكان مستخدم 5 انواع سحر في تعويذه واحده. والغريب بقى ان ويليام طلب منه يعلمه الطريقه دي، فعرفه ريموند ان شخصيته عجبته جدا، وانه مش متكبر زي اولاد الاغنياء، فعشان كده بدا يشرح له الاساسيات. والغريب بقى ان بطلنا ابهره جدا، وانه طلع بيتعلم بسرعه، فطلب منه يعمل 3 تعاويذ في وقت واحد. ولما بطلنا بيجرب للاسف بيفشل وما عرفش يعملها، وكان حاسس بالفشل. لكن ريموند قال له انت نجحت، وان التعويذه دي بالذات محتاجه طاقه سحريه كبيره جدا، وانه لسه في بدايته، فعشان كده ما جاتش معاه من اول مره. وطلب منه يتعلم ازاي يتحكم في الطاقه السحريه. بس قبل ما يبدا بنلاقي ريموند رسم ارقام كتيره على الارض، وطلب من ويليام يجاوب ويعرفوا ايه الارقام دي. وللاسف بطلنا بيغلط، لكن ريموند جبر بخاطره وعرفه انه جاوب لحد رقم 3. وللاسف باقي الارقام ما عرفش يجاوبها، وانه لازم يعرف الارقام لحد 6 عشان يقدر يعمل التعويذه اللي شافها. وعشان ريموند يحمسه اكتر عمل له تعويذه مكونه من 13 نوع من السحر. وطبعا مش محتاج اقول لك ان ويليام كان مبسوط جدا، وكان عنده استعداد يتعلم اكتر واكتر. فعشان كده بنلاقي ريموند اداله خاتم فيه 100 كتاب سحر. واول لما بطلنا لبس الخاتم اتصدم جدا، لان في عدد تعاويذ كتيره جدا. ولما جرب يعمل تعويذه الرياح لقاها اشتغلت معاه، وكان عاوز يشكر ريموند، بس للاسف لما بص وراه ما لقاهوش وكان اختفى. وبنلاقي الخدامه جايه بكل سرعتها، وبلغت بطلنا ان في شخص قدر يدخل ارض العيله، وادت له كتاب سحر الاستدعاء عشان لو حصل اي قلق يقدر يتصرف. بس اللي ما يعرفوش ان ريموند استخدم سحر الاختفاء، وبلغوا انه عمل كده عشان ما حدش يقبض عليه. ولما اخد باله من الكتاب اللي معاه طلب منه يعمل التعويذه الموجوده ويستخدم الخاتم معاها. واتصدم بطلنا جدا لما اكتشف انه قدر يستدعي سلامندر ويكون خاص بيه هو، ده غير كميه الكائنات اللي قدر يستدعيها. وقتها ويليام كان عاوز يشكره، بس بيتفاجئ ان ريموند مشي، وكان كاتب له في الارض كمل تدريب، وكده كده هنتقابل قريب. وطلب منه ما يقولش لحد انهم اتقابلوا. وبعد شهر بطلنا بيكون قدر يتقن كل انواع السحر يعتبر. ولما برونو شافه وعرف انه وصل لمستوى جامد جدا قال له انا كده اطمنت عليك، وانك هتكون كويس جدا في المستقبل. بس فجاه بنلاقيه غير الموضوع، وبلغه انه قبل ما يتولد ابوه كان عاوز بنت، بس اتصدم لما لقاه ولد، خصوصا ان ساعتها كان في وحش قوي جدا موجود في المدينه. والاب وقتها خسر 90% من جنوده في الحرب دي، لكنه قدر يقبض على التنين. ونصح بطلنا انه يحاول على
على قد ما يقدر يعمل زي ابوه ويحقق استقلاله ويكبر نفسه بنفسه. وبعد كده بنشوف بطلنا وهو خارج من محل بيع الموارد، وكان فرحان انه باع الموارد اللي صنعها بالسحر بتاعه، وعشان يكافئ نفسه بنلاقيه راح مطعم واكل الاندومي اللي هو بيحبه. ومن كتر ما طعمه كان حلو ويليام خلى طباخين القصر بتاعهم يعملوا وصفه قريبه من المكرونه اللي هو اكلها بره، ولما عرفوه انها جامده جدا بطلنا بيقرر يعمل منتج خاص بيه هو. بس للاسف تصريح المنتج ما طلعش، والموظف عرفه انه لسه صغير على التصريح وانه لما يكبر يجي. وبنعرف بعدها ان اخوه الكبير البريفت هو اللي كان موصي الموظف وطلب منه يرفض تصريح اخوه الصغير. بس اللي ما يعرفوش ان ويليام ما يقسش وقرر يخزن بضاعته في صندوق. بس في اللحظه دي جات له فكره جهنميه، وبنلاقيه عمل نسخه شبهه بالظبط وخلاها تروح محل بيع موارد بعيد عن المدينه. ده غير انه استغل صندوق التخزين في انه ينقل البضائع بسهوله، وبكده بيكون قدر يبيع البضاعه اللي معاه في 6 ايام من غير ما يخرج عن القانون. وبعد فتره بطلنا بيكون قدر يعالج نقاط ضعفه وبقى مميز جدا في السحر. بس فجاه اخوه الكبير ظهر وعرفه ان الناس كلها بتشكر فيه وفي سحره، ولما ساله عن اهدافه المستقبليه فبطلنا بيقول له انا مش عاوز حاجه غير ان اكون مستقل واعتمد على نفسي وان مش بسعى للسلطه والكلام الكبير ده. ساعتها اخوه قرر يعرفه على موظف نقابه الصيادين، واول لما ويليام راح لهناك الموظف قال له اخوك حكى لي عنك وطلب منه يعمل اختبار صغير وطلب منه يهجم عليه، وكان شاكك انه هيفشل في كده بس بيتصدم لما بيلاقي ويليام نجح في الاختبار والكل كان مصدوم من اللي شايفه. والموظف قرر يعمل له رخصه من الرتبه به. ولما بطلنا خرج من النقابه بنلاقي بنت وقفته اسمها اسونا وعرضت عليه انهم يروحوا يصطادوا مع بعض شويه، والغريب بقى ان بطلنا اعجب بشخصيتها جدا وراحوا مع بعض للغابه وخلصوا على كل الذئاب اللي قابلوهم واللي كان عددهم 42. وحاجه زي كده خلت موظف النقابه يعجب بيهم جدا وطلب منهم يشتغلوا معاه، وطبعا مش محتاج اقول لك انهم وافقوا على طول. وبعدها بيديهم ورقه فيها صوره وحش نادر وطلب منهم يخلصوا عليه ويجيبوا له الجثه بتاعته. وبعد تدوير وحفر كتير اخيرا الشباب لقوا الوحش المطلوب ودار ما بينهم قتال شرس جدا لحد لما بطلنا استخدم صندوق التخزين بتاعه وخلص عليه. ولما ودوا الجثه للنقابه الكل كان مصدوم من اللي شايفينه، والموظف كان فرحان منهم جدا وعرض عليهم يعملوا مهمه زياده ولو نجحوا في تنفيذها هياخدوا ضعف المكافاه اللي اخدوها النهارده. وبعد ايام بنلاقي اخوه الكبير البريفت واقف مع بطلنا وبنلاقيه بيقول له بخبث انا سمعت انك عامل شغل عالي في النقابه، وطلب منه يكمل سعي. بس بطلنا ما كانش واثق في كلامه وكان عارف انه مش سالك وغيران منه. بس في اللحظه دي بنلاقي شخص مهم نزل من العربيه بتاعته وبنلاقيه بص على بطلنا وبص على اسونا. والغريب بقى ان الشخص ده طلب يقابل بطلنا، واول لما قعد معاه قال له انا اسمي جيمس. وبدون مقدمات بنلاقيه سال عن خاتم ريموند اللي هو لابسه وكان شاكك انه قتله وسرقه منه، لكن بطلنا قال له لا المعلم بتاعي هو اللي اداهولي. وقتها جيمس ما صدقهوش وعشان يتاكد بنلاقيه وقف الخادم بتاعه على الحيطه وطلب من بطلنا يهجم عليه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان بطلنا كان جاهز للامتحان. بس بنرجع بالزمن لورا وبنعرف انه ذاكر جزئيه الترنيمات ودي بتزود قوه السحر بشكل مؤقت، وعشان ينفذها صح لازم يفكر في حاجه هو بيحبها جدا، واكتر حاجه بطلنا بيحبها هي البنات. فعشان كده بنلاقيه بيقول 3 اسماء لاسماء بنات وبعدين بيوجه كرات النار على الخادم. والغريب بقى انه نجح في الامتحان وجيمس كان فرحان بيه جدا ولقبه بعدها بالفارس، ده غير السيف اللي اداهوله هديه. لكنه كان قلقان شويه من ابوه لحسن ما يكونش موافق ان ابنه هيخدم عيله غير عيلتهم. بس لما فكر في الموضوع تاني ادرك ان ويليام هيشرف عيلته وان ده سبب كفيل يخلي والده يوافق بانه يخدم العيله التانيه. بس بيغير الموضوع وبيساله هل ريموند عمل فيك مقلب ولا لا، فبطلنا بيقول له ايوه عمل فيا مقلب لما كنت بتدرب على صندوق التخزين. وبنعرف ان بطلنا قدر يستخدم الصندوق بشكل كويس جدا، وعشان ريموند بيحبه بيكون سايب له رساله في صندوق التخزين مكتوب فيها ان الصندوق فيه 100 جرام ذهب هديه تخرجك وانك تحاول تستغلهم بطريقه كويسه عشان تلاقي الكنز الحقيقي. وقتها جيمس بلغ بطلنا ان الكنز الحقيقي هيكون قريب من صندوق الذهب اللي هو اخده. ولما بطلنا راح لهناك ونزل غبار الذهب في الحفره لقى مكان سري ظهر، ولما نزل تحت لقى ورقه مكتوب فيها اهدي هديه تخرجك الحقيقيه واللي كانت عباره عن كتاب اسمه نوع التعويذه ايه. وطبعا بطلنا الفضول اخده وفضل يذاكر لحد لما قدر يتقن كل التعويذات. ولما عمل التعويذه الاخيره باب كبير ظهر، ولما دخل جواه اكتشف ان ده عالم تاني ممكن يشيل فيه اي حاجه عاوز يخزنها، وانه لو قدر يتقن التعويذه بشكل كويس ممكن يدخل معاه ناس تانيه. ده غير انه ممكن يبني بيت ويكون معاه كمان قاعده سريه محدش يعرف مكانها غيره. وبعد شهر بنشوف بطلنا واسونا واقفين قدام ضفدع كبير، لكن بطلنا استدعى مجموعه من السلمندر وبيكونوا دخلوا في بق الضفدع. ولما بطلنا حس ان الهجوم هيقلب بنتيجه عكسيه بنلاقيه استدعى بوابه العالم الاخر ودخلوا فيها هما الاثنين لحد لما الضفدع مات، وبيكونوا اخدوا منه الحجر السحري وودوه لموظف النقابه. وطبعا بيشكر بطلنا وكان فرحان جدا بقوته. ساعتها اسونا زعلت جدا وكانت شايفه نفسها ضعيفه، فالموظف عرض عليها انها تكون تبع لويليام وانها لو عملت معاه عقد السحر مع الوحش في احتماليه ان قوتها تزيد، بس كان في بعض الشروط. واول شرط انها تسمع كلام ويليام وما تقولش لا على اي حاجه ابدا، وتاني شرط انها تعتمد على قوه ويليام وده لان كل ما قوته تزيد قوتها هي كمان هتزيد. وطبعا مش محتاج اقول لك ان اسونا وافقت على طول وبداوا هما الاثنين يمضوا العقد. بس فجاه بنلاقي اسونا جريت بسرعه كبيره جدا، ولما بطلنا
بطلنا سالها عن السبب، قالت له انا سمعت صوت واحنا بنمضي العقد بيقول ان تم تفعيل مهاره السرعه، ودي معلومه اول مره بطلنا يسمعها، فعشان كده قرر يقرا عن الموضوع اكتر وبالمره يعملوا تجربه تانية على شخص تاني. وفعلا اسونا بتكون جابت صاحبتها جودي وانها صياده محترفه جدا وهتفيدهم في المستقبل. ولما بطلنا مضى على العقد بتاعها، جودي لاحظت ان وشها رجع زي زمان وان خبراتها زادت من غير ما سنها يتاثر، وبنلاقيها استاذنت من الشباب وراحت طبخت الاكل وجت تاني، وعشان هي طيبه جدا قررت تاكل المصابين الاول. بس الغريب ان اول شخص اكل الاكل لقى نفسه اتعالج من اول قطمه كلها، وبيكونوا عرفوا ان قوتها الجديده بتعالج الجروح بالاكل بتاعها. وبعد شويه بنشوف بطلنا قاعد مع جيمس وبلغوا ان الاميره سكارلت جايه البلد قريب وانها معجبه جدا بقوته وعاوزاه هو واتباعه يشتغلوا عندها، لكن بطلنا بيرفض وقال له دول اصحابي قبل ما يكونوا اتباعي وانا مستحيل افرط فيهم. وبعد كده سابهم ومشي. ساعتها بنلاقي جيمس قام من مكانه وبين احترامه للخدامه اللي وراه، وبنكتشف انها هي الاميره سكارلت وكانت متضايقه جدا من ويليام. وتاني يوم الصبح بطلنا راح لنفس القصر اللي بيقابل فيه جيمس، لكنه اتفاجئ بكميه حراس مهوله وكان شاكك ان في شخص مهم جاي النهارده. بس لما عرف انها سكارلت اتصدم جدا، واول لما دخل القصر طلبت منه يعرفها الطريقه اللي استخدمها عشان يخلص على الضفدع العملاق. فويليام بيقول لها ان السحر العالي هو السبب، فطلبت منه يحكي لها عنه اكتر. ده غير انها كانت عاوزه عقود اتباعه عشان تقدر تضغط عليه وتجبره يعمل حاجه هو مش عاوزها، فعشان كده بطلنا رفض وبلغها انه مستحيل يسيب اصحابه. ساعتها الاميره اتبسطت جدا منه وقالت له انت طلعت زيي بالظبط، وكمان بتقرر انها تديله مكافاه، ده غير لقب البارون اللي اخده. فقال لها ويليام انه ما يستحقش اللقب ده لانه ما عملش حاجه، فعرفته الاميره انه عجبها مرتين ورا بعض، فعشان كده ادت له كتاب سحر لتعاقد الاتباع. وطبعا مش محتاج اقول لك ان بطلنا فرح جدا وفضل يقرا الكتاب لحد لما برونو دخل عليه وبلغه ان اخوه البريفت هيتضايق جدا لما يعرف لقبه الجديد، وده بسبب رتبته اللي بقت اعلى منه وان فاضله درجتين ويكون نفس رتبه والده. وفي نفس اليوم بالليل بطلنا كان بيتمشى في القصر عادي جدا، واول لما شاف اخوه قال له ازيك، اخوه ما بيردش عليه وكان متضايق منه جدا، بيقول ازاي طفل زي ده رتبته اعلى منه. ولما سمع البنات بيتكلموا عن اخوه فضل يزعق معاهم وسالهم مين احسن واحد في القصر ده، فقالوا له انت يا البريفت، وكان باين انهم بيقولوا كده عشان يسيبهم ويمشي. وقتها البريفت كان هيموت من الغيره. وتاني يوم الصبح بطلنا كان قاعد مع اسونا وجودي واتفقوا مع بعض انهم هيكونوا فريق واحد ويشتغلوا مع بعض، وفعلا راحوا للغابه وفضلوا يصطادوا الوحوش. وبطلنا كان مبهور جدا بقدرات البنات، ده غير ان جودي لاحظت ان نظرها بدا يتحسن وان ضرباتها بالسهام بقت دقيقه جدا. فسالها بطلنا هل الموضوع ده بيأثر على ضرباتها، فقالت له اكيد وما فيش رامي سهام نظره ضعيف، فعشان كده بطلنا عمل عليها تعويذه تقوي نظرها. وجودي بقى بتشوف كل حاجه حرفيا، لكن اسونا كانت متضايقه من بطلنا لانه ما عملش عليها اي تعويذه. بس بطلنا ما زعلهاش وبلغها انه هيعمل تعويذه هتطور من قوتها الهجوميه. وبعد كده الشباب راحوا لنقابه الصيادين، وهناك بطلنا عرف ان اخوه البريفت عمل مصيبه كبيره وانه فك ختم التنين، وطبعا دي كانت مصيبه كبيره. وبطلنا راح الغابه عشان يعرف ايه اللي حصل، وهناك اتصدم لما لقى الجنود واخوه متبهدلين على الاخر، ده غير ان اخوه كان عاوز يضربه بس موظف النقابه ظهر في اخر لحظه وضربه على دماغه. وبلغ ويليام ان التنين هرب منهم وانه كان محبوس من ايام جده، ودلوقتي اخوه البريفت حرره وانهم جمعوا الناس اللي يقدروا يسيطروا عليه. بس للاسف كان في مشكله صغيره، والتنين كان معاه اطفال وهم السبب في اللي حصل للجنود، ما بالك بقى بالتنين الام. ساعتها بطلنا كان بيفكر في حل للمشكله اللي هم فيها، بس فجاه بنلاقي التنانين الصغيره هجموا عليهم وكان معاهم الام كمان وبداوا يهجموا عليهم، وللاسف الشباب ما قدروش يعملوا حاجه قصادهم. وبطلنا ما كانش مصدق قوه التنانين، فعشان كده طلب من البنات انهم يمشوا. وقتها التنانين هجموا عليه، بس بطلنا استدعى بوابه العالم الاخر وخلى التنانين يدخلوا فيها، وبعد كده رمى الكتاب في صندوق التخزين، وبكده يكون هزمهم وخلص الناس من شرهم. وبعد شويه بنشوف السحرة وهم بيحاولوا يسيطروا على الوحش. ساعتها البنات كانوا رجعوا واطمنوا على بطلنا، ولما سالوه عن اللي عمله قال لهم انا نقلتهم للعالم التاني وان ما عملتش التعويذه بشكل كامل عشان ما يرجعوش تاني وان عاوزهم يختفوا. وطبعا مش محتاج اقول لك ان البنات كانوا مبهورين جدا بيه. بس في اللحظه دي بنلاقي صوت جاي من عند التنين بينادي على بطلنا، ولما سالوا انت مين، بطلنا قال له انا مجرد بشري. فرد التنين وقال له لا مستحيل، روحك اقوى من جسدك. وكان بيقرا افكار بطلنا وعرف انه اتولد مره تانيه بس في جسم شخص تاني، وعرفه ان مستقبله هيكون جامد جدا وطلب منه يكونوا صحاب ووعده انه مش هيأذيه ابدا. والغريب بقى ان بطلنا بيوافق وبيكون امتص التنين، وحاجه زي كده خلت الكل مصدوم، لكن بطلنا ما كانش مهتم وكان كل اللي همه القوه الكبيره اللي حاسس بيها. ولما جرب يعمل التعويذات القديمه لقاها اتغيرت وبقت اقوى من الاول بكتير. وبعد لما خلص الموظف شكره على اللي عمله معاهم، لكن بطلنا طلب منه ما يشكروش واداله الذهب اللي اخده من ريموند كتعويض عن اللي حصل. وفي نفس اليوم بالليل بطلنا كان قاعد مع والده، والاب قرر انه يحبس البريفت بسبب اللي عمله، وبلغ ويليام ان في ناس هتجيله الفتره اللي جايه عشان يكافئوه على اللي عمله. بس ويليام ما كانش مهتم وكان كل اللي همه ان هو السبب في تهور اخوه البريفت وكان عاوز يصالحه. بس البريفت كان مغلول منه جدا، وده لانه هو اللي خلص على التنين مش هو. والغريب
الغريب بقى ان ويليام ما زعلش منه، وتاني يوم الصبح بطلنا حس بحاجه غريبه، وبنلاقيه راح لمكان فاضي وبدا يتدرب على تعويذتين جداد، واللي كانت واحده منهم انه قدر يستدعي واحد من التنانين المحبوسين. بس فجاه بنلاقي الاميره سكارلت ظهرت، وكانت مصدومه ان بطلنا بيستخدم السحر المقدس، لكن بطلنا انكر حاجه زي كده. المهم الاميره بلغته انها عاوزه تلقبه بلقب جديد، وقررت تديله وسام من الدرجه الثالثه، وانه يستحقه بسبب التنين اللي خلص عليه لوحده. وتاني يوم الصبح بطلنا استلم المكافاه، واللي كانت عباره عن 3000 عمله ذهبيه، وطبعا مش محتاج اقول لك انه كان فرحان جدا بيها. وتاني يوم الصبح بطلنا كان قاعد مع جيمس كالعاده، وجيمس كان مستغرب ازاي قدر يمتص التنين الضخم، وفضل يضغط عليه لحد لما بطلنا بلغه انه استخدم السحر المقدس، وبيكون عمله تعويذه عشان يثبت له انه بيتقن السحر ده. وقتها جيمس انبهر بيه جدا، وقرر يحكي له قصه التنانين الثلاثه، وان حصلت حرب ما بينهم انتصر فيها واحد، وان التنين ده كان بيستخدم السحر المقدس، وبعد كده انضم لساحر محترف استغل سحره المقدس وعمر الدوله اللي هم فيها حاليا. وبما ان بطلنا قدر يمتص التنين الضخم، فده معناه انه ممكن يعمل حاجه زي كده. لكن جيمس كان شاكك في حاجتين، اول حاجه ان عيله هاملتون ما عملتش انجاز ولا حاجه، وانهم قبضوا على التنين وحبسوه غصب، ودي حاجه مقلقه جدا لان التنين ممكن يفكر في الانتقام ويدمر الدوله بتاعتهم. فوضح ويليام النقطه دي، وعرفه ان التنين اليف جدا وبقى مهتم بحياته كمان. فقال له جيمس انت منقذ المدينه بتاعتنا، وانهم من غيره كانوا زمانهم ميتين دلوقتي. وبعد كده بطلنا راح لاسونا وجودي، وبنلاقيهم اخدوه من ايده وراحوا المكان فاضي، وعرفوه ان في ناس عاوزين يشتغلوا معاه، وكانوا كاتبين ورقه فيها كل الطلبات اللي طالبينها منه، وانهم عاوزين يستغلوا قوته ونجاحه الكبير. وقتها بطلنا ما اداهمش اي اجابه، وطلب منهم يسيبوه يفكر، لكن لما بيروح البيت بيتصدم من كميه طلبات الزواج اللي جات له. ده غير ان اخت مرات برونو كانت عاوزه تتجوز اخوه، وكان بيحاول معاه بكل الطرق انه يفكر في واحده من البنات. بس بطلنا قال له انا مش بفكر في الموضوع ده، لكنه كان بيقول في سره انا اول مره احس ان الطلب عليا كتير بالمنظر ده. وبعد شويه بيخرج بطلنا مع البنات، وقرر يوريهم بيته الجديد واللي موجود في العالم الاخر، وانه جاب نجارين المدينه وخلاهم يبنوه عشان يقدروا يقعدوا فيه ويتكلموا في المواضيع المهمه وخططهم المستقبليه. بس وقتها جودي كانت معترضه على النور الزياده، وان مفيش ليل ونهار في المكان ده. ساعتها بطلنا استدعى روح الظلام وخلاها تعتم العالم كله حرفيا، بس بطلنا كان عنده الحل، وبنلاقيه استدعى سلامندر خلاه ينور المكان، لكن للاسف النور كان لسه عالي، وجودي ما كانش عاجبها الوضع. فبطلنا قرر يطور روح الظلام ويخليها من المستوى المتوسط، وبكده يكون حقق المعادله اللي هم عاوزينها. وعشان بطلنا ما يتحطش في الموضوع ده تاني، بنلاقيه سحب روح الظلام وطور السلامندر للمستوى المتوسط وامتصه. ده غير انه طور باقي الوحوش، ووعد نفسه انه هيشتغل على نفسه اكتر واكتر لحد لما يتقن علم السحر كله. وتاني يوم الصبح بطلنا كان في الغابه، وبنعرف انه ماشي على تعليمات التنين الضخم، وانه طلب منه يجي المكان ده. المهم بطلنا بيطلع تنين صغير، واول لما الجنيات بيشوفوه بيخافوا منه جدا، لكن بطلنا بيطمنهم وبلغهم ان التنين طلب منه انه يحميهم، وانه عرف ان البشر بيصطادوا الجنيات الضعيفه، وان عددهم قل جدا وقربوا ينقرضوا. فعشان كده بطلنا قرر يعمل عليهم تعويذه، وبيجربها على واحده منهم، وفجاه بنلاقيها اتحولت لبني ادم عادي جدا. وقتها بطلنا ادرك ان الموضوع ده هينجح، فعشان كده حول كل الجنيات لبشر، لكنهم كانوا لسه قلقانين، وكان خايف ان البشر يعرفوا الموضوع ده. فعشان كده عرض عليهم انهم يبنوا قريه يعيشوا فيها، وان الرئيسه بتاعتهم هتكون رينا. بس فجاه بطلنا حس انه دايخ شويه، وبنلاقيه راح لشجره كانت قريبه منه، وسال رينا عن الفاكهه الموجوده فوق دي، فقالت له دي فاكهه القوه السحريه بتجمعها الجنيات. ساعتها بطلنا قرر انه يتذوقها، ومن اول قطمه بنلاقي قوته وصلت للضعف. وتاني يوم بطلنا قرر يروح لهم عشان يطمن على القريه اللي قال لهم يبنوها، لكنه اتصدم من البيت اللي هم بنوه. بس فجاه سمع صوت بنت بتصوت، وبنعرف ان في شباب بيحاولوا يعتدوا عليها، لكن بطلنا اتدخل في اخر لحظه وعلمهم الادب. ساعتها ادرك ان المكان ده مش امان كفايه، ولما بص في العالم الاخر اكتشف ان المكان ضيق ومش هيكفي البنات. فبنلاقيه اخدهم ونقلهم لمكان تاني بمساعده بوابه العالم الاخر، لكن بيتفاجئ بالجنيات وهم بيطلبوا منه انه يكون بتاعهم، وانهم هينفذوا كل اوامره. وطبعا بطلنا بيوافق، وكان بيشتغل على تعويذه لمده 4 ايام نقلتهم لمكان فاضي تماما ما فيهوش ولا بني ادم، وبنعرف انه بقى بيقدر يتنقل من مكان لمكان بكل سهوله. وفي اللحظه دي بنلاقي بطلنا ابهر كل البنات بالارض اللي هيسكنوا فيها، وكان بيحل كل المشاكل اللي ممكن تواجه البنات. وبيكون استدعى جنيه الماء وطلب منها تعمل مصدر للميه عشان البنات، وفعلا بتكون عملت كده. وعشان بطلنا يطمن على البنات قبل ما يمشي، بيكون سايب لهم 3 تنانين عشان يحموهم. وبعد كده بنلاقيه راح للاميره سكارلت، وبتكون عرفت موضوع الجنيات وطلبت من بطلنا يوديها هناك. وطبعا بطلنا بيوافق انه ياخد معاه مهندس بلاطه عشان يبني بيت للبنات، بس للاسف المهندس بيرفض. فعشان كده بطلنا يستخدم تعويذه الاستنساخ، واخد النسخه الثانيه معاه وراحوا لارض الجنيات. وهناك الاميره طلبت انها تتكلم مع التنين، وكانت قلقانه من فكره ان الجنيات ممكن ينقرضوا، بس بطلنا بيقول لها لا، وان التنين بيوفي بكل وعوده. ساعتها بنلاقي الاميره قلعت الخاتم اللي في ايديها، واول لما بطلنا مسكوا الجزيره اتحركت من مكانها، وبيكونوا ادركوا ان دي الارض الموعوده، وان الخاتم هو المفتاح اللي بيخلي الجزيره تطلع لفوق وتنزل لتحت.
وده بسبب قوته السحريه. وفجاه بنلاقي الاميره اظهرت احترامها لبطلنا وطلبت منه يبني الارض الموعوده، وطبعا مش محتاج اقولك ان بطلنا بيوافق في النهايه. وبعد فتره الارض اتطورت بشكل كبير عن الاول، وبطلنا كان قدر يسيطر على اغلب الوحوش الموجوده في الجزيره، والاميره سكارلت كانت مبهوره جدا بيه. ساعتها بطلنا قال لها انت مش المفروض ترجعي المملكه ولا ايه؟ فقالت له ما ينفعش لانها بتحاول ترضي التنين، وده بسبب نسل عيلتها واللي مكون من دم التنين الضخم، وواجب عليها تعمل كده. وقتها التنين بلغ بطلنا ان في شخص مهم عاوز يشوف الاميره، وطبعا مش محتاج اقولك انها نفذت الاوامر، وبنلاقيهم راحوا لمكان غريب وبداوا ينزلوا تحت الارض، بس اتفاجئوا بتنين غريب قاعد هناك. ولما سالوا التنين هل ده هو ولا لا، قال لهم ده حارس المبنى وانه شكله شبهي بالظبط، وان المهمه المطلوبه منهم دلوقتي انهم يحاولوا يغيروا حرف من اسمه واللي مكتوب على جبهته. وفعلا بطلنا طار في الجو وقدر يغير الحرفين اللي قال له عليهم، والحارس بقى اليف جدا معاهم وبيسمع كلامهم كمان. وقتها الاميره طلبت من بطلنا انه يرجع بالتنين لغايه لما جرحه يخف، بس حصلت مشكله كبيره والمدينه اللي بطلنا كان بيشتغل فيها اتدمرت. ولما سال الجنيات عن اللي حصل قالوا له ان في مستذئبين هجموا عليهم، وفي اللحظه دي بنلاقي المستذئبين ظهروا من تاني، والقائد بتاعهم طلب من بطلنا انه يسيب الارض دي ويمشي، ولو ما عملش كده هيخلصوا عليه فورا. وبطلنا بيحاول يتناقش معاهم، بس فجاه بنلاقي القائد بتاعهم هجم عليه، لكن بطلنا قدر يتفاجئ وضربه في ظهره بالبرق. ده غير انه استدعى تنين صغير بحيث يخليهم يخافوا، وطلب منهم يمشوا بالذوق بدل ما يخلص عليهم. بس ساعتها رينا عرضت على بطلنا انه يتعاقد معاهم ويخليهم يعيشوا في نفس الارض، فبطلنا عرض عليهم انهم يعيشوا معاهم بس بشرط انهم ينفذوا اوامر رادون التنين الضخم، وطبعا مش محتاج اقولك انهم بيوافقوا فورا. وبطلنا بدا يعمل معاهم العقود، بس الغريب ان قائد المستذئبين طلع في الحقيقه بنت، وبطلنا قرر يسميها كريس. وبعد فتره بطلنا قرر يزور العالم من تاني، وكان مبسوط ان الكل بيشتغل، وكريس اول لما شافته فرحت جدا، ولما بطلنا قال لها انا مسامحكم عشان بتصلحوا اللي بوظتوه فرحت اكتر. وفي اللحظه دي بتيجي لبطلنا فكره غريبه شويه، وبنلاقيه عمل تعويذه على الخشب الموجود وطلب من كريس تكسره، واول لما كسرته الخشب رجع تاني، وبنعرف ان دي تعويذه بتحافظ على الاجسام الثابته. وبعد فتره بطلنا بيكون اتطور جدا، وكان بيحاول هو والتنين يشوفوا طريقه تخليهم يتطوروا اكتر، بس فجاه بنلاقي رينا دخلت عليهم وبلغتهم ان في بشر اقتحموا الارض وعاوزين يقبضوا على الجنيات. فعلى طول بطلنا راح لهم وطلب منهم يمشوا من مملكته، لكن الفارس رفض وكان عاوز يكمل طريقه، بس بطلنا اتدخل وخلص عليهم كلهم. وبعد كده رجع لرينا وبلغها انه قدر يسيطر على الموقف، ورينا طلبت منه يتعاقد مع الجنيات دول، وفعلا بطلنا عمل كده وبيكون اتعاقد مع اكتر من 100 جنيه. وبعد شويه بطلنا عمل اجتماع مع البنات وسالهم عن الشعار الموجود في خوذه الفارس، وعرف من الاميره انها دوله موجوده على حدود البلد، وانهم كشافه بيشوفوا الاراضي كويسه وبيسيطروا عليها، ونصحته انه يكمل زي ما هو ويعمر الارض دي. واتفقوا كلهم ان اي حد هيحاول يقرب من الارض دي هيخلصوا عليه. بس بعد شويه بنلاقي شخص اسمه ليوناردو واقف قدام بطلنا والاميره، وبنعرف انه من قبيله الجميل، وطلب منه يتجوز الاميره. ولما بطلنا عرض الموضوع عليها قالت له موافقه، وانها شايفه ان الجوازه دي هتفيدهم جدا الفتره اللي جايه. وبطلنا بلغه ان في خلال سنه هيحول الارض دي لمكان كبير جدا، وطلب منه يوصل رساله للقائد بتاعه انه يديهم فرصه يفكروا شويه. وبعد فتره بطلنا قابل النسخه الثانيه منه، وبنلاقيهم راحوا قصر الاميره سكارلت، وبنعرف ان بطلنا عمل نسخه ثالثه منه ودي كانت معاهم في العربيه. المهم الاميره بتكون وصلت القصر ورحبت جدا ببطلنا وطلبت منه يدخل يشرب معاهم شاي. وهم جوه القصر بطلنا عرف منها ان عيلتها بتحترم جدا التنين رادون، والاميره كمان طلبت منه يعمل تعويذه التبديد على التمثال. وفعلا بطلنا عمل كده، وفجاه بنلاقي التمثال اتحرك من مكانه ودخل في جسم الاميره. والغريب بقى ان قوتها زادت جدا، بس للاسف طاقتها خلصت وما قدرتش تستخدمها. وبلغت بطلنا ان التمثال ده اي حد بيوجه عليه تعويذه الاميره بتقدر تستخدم قوتها، وان ده السبب اللي خلاها تستخدم نفس تعويذته، بس للاسف ما قدرتش تسيطر على طاقتها. فعشان كده بطلنا قرر يصنع لها تمثال التنين بس نسخه اصغر شويه، بحيث الاميره تقدر تستخدمها من غير ما يحصل مشكله. وفعلا الاميره قدرت تستخدم قوتها من تاني، وعمل عليها تعويذه سحر العقد وخلى قوتها تزيد اكتر واكتر. وقتها التنين طلب من بطلنا انه يتعاقد مع التمثال الضخم واللي موجود في الجنينه، وفعلا بطلنا راح وعمل عقد معاه. والغريب بقى انه قدر يمتص التمثال الكبير، وكان حاسس بقوه مش طبيعيه، بس للاسف ما قدرش يسيطر على نفسه وطاقته السحريه استنزفت كلها، وكان حاسس بخيبه امل مش طبيعيه. لكن التنين عرفه انه البني ادم الوحيد اللي قدر ينفذ التعويذه، ووعده انه لو قدر ينفذها بشكل كامل هيكون اقوى واحد في العالم. وبطلنا طلب من الاميره انها تسيب له التمثال، وفعلا الاميره وافقت، وويليام امتصه وحبسه في صندوق للتخزين. وبعد كده استخدم تعويذه الانتقال الاني، وبيكون رجع للقريه بتاعته، وكان مبسوط جدا ان المرحله الاولى خلصت وان القريه بدات تتحسن. بس في اللحظه دي بنلاقي رينا جت وبلغت بطلنا انها عرفت ان في مجموعه من الترول عايشين جنب القريه، وان الترول دول مخلوقات ضخمه جدا وطولها ما بين المترين ل 3 متر، وان في منهم نوعين، نوع عنيف ونوع طيب. ولما بطلنا سالها عن النوع بتاعهم قالت له من النوع الشرير. فعلى طول بطلنا راح لهم، وهناك بيلاقي خامل حديد. بس في اللحظه دي جماعه الترول بيكونوا وصلوا، وبطلنا قال لهم انا ببني دوله وجيت هنا عشان اجندكم،
معاكم، لكن القائد بتاعهم ما صدقوش وبلغوا انه مش بيثق في البشر، وفجأة مسك سلاح وبدأ يهجم على بطلنا. بس بطلنا قدر يتفادى الضربات، لكن للاسف رجله بتكون اتزنقت في الارض، وقائد الترول استغل الفرصة ونزل عليه بالسلاح بتاعه. بس اللي ما يعرفوش ان بطلنا كان لسه عايش واستخدم درع الحارس رادون. وفي اللحظة دي قائد الترول سمع رجالته وهم بيتألموا، ولما بص وراه اكتشف انه اذاهم بالغلط وان بطلنا كان بيحاول يحميهم، بس للاسف ما قدرش يعمل تعويذات كتير في نفس الوقت. فعشان كده قائد الترول قرر يسمع كلام بطلنا، وويليام عرفه انه بيبني قرية جديدة وانه محتاج ناس تساعده. ولما الترول بيروحوا لهناك، اول لما كريس شافت القائد جريت عليه بكل سرعتها وضربته. ولما بطلنا سالها عن السبب قالت له ده كان حساب قديم وانا بصفيه، وانه كان بيرخم عليها لما كانت في هيئتها القديمه. واخيرا قائد الترول اعترف بقوتها. المهم كريس عرضت عليه انه يتعاقد مع ويليام وانه هيكون اقوى لو عمل كده، وفعلا ويليام بيتعاقد معاه وبيطلق عليه اسم جاي. والغريب بقى ان حجمه بقى اصغر من الاول، بس قوته زادت بشكل كبير. ولما كريس جربت تتدرب معاه، جاي قدر يصد كل ضرباتها والكل كان مبهور جدا بيه. فعشان كده طلبوا من بطلنا انه يتعاقد معاهم. وتاني يوم الصبح الشباب كانوا بيشتغلوا كالعاده، وكريس بتكون عرفت مقامها وانها مش زي الدبابات دول، وجاي ورجالته كانوا بيتعاملوا مع كل الشغل البدني. وفي اخر اليوم جاي سأل بطلنا هيعمل ايه في الصخور اللي جمعها، فبطلنا بيقول له هاخد منها المعادن بكل بساطه. وبنلاقيه استدعى الوحوش بتاعته وخلاهم يسيحوا الصخور عشان ياخدوا منها المعادن. ده غير انه لقى معدن المستريل العالي، وده معدن نادر جدا. لكن بطلنا كان متضايق انه ما لقاش الكميه اللي كانت في دماغه، وكان عاوز ينتج كميات كبيره من دروع القتال. فقال له التنين ده مش معناه انك فشلت، الفشل انه لو بطل محاوله، ولازم تكمل لحد لما تلاقي اللي انت عاوزه. وفعلا بطلنا بدا يصنع نفس القوالب اللي الاميره سكارلت كانت لابساها، واخيرا بيكون صنع اول درع قتال سحري، وكان فرحان جدا. وفضل صاحي لمده يومين عشان يصنع 15 بدله قتال سحريه. والشباب لما جربوها اتاكدوا انها قويه جدا. بس في اللحظه دي بنلاقي مجموعه من البشر الاشرار وصلوا وطلبوا منهم يمشوا بالادب والا هيخلصوا عليهم. وقتها بطلنا اتضايق جدا، لكن رينا طلبت منه يسكت ونادت على واحده من الشباب وخلتها تروح للشباب. والغريب بقى ان مينا علمت عليهم كلهم حرفيا، خلتهم مش نافعين. وبطلنا كان مبسوط جدا منها. بس فجاه القائد بتاعهم بيظهر وطلب منهم يسكتوا، بس اللي ما يعرفوش ان بطلنا قد اي حاجه وضربوا ضربه قويه جدا جابت اجله. بعد كده بطلنا راح العالم الاخر، وبنلاقيه استدعى مجموعه كبيره من السيلسيوس وطلب منهم ينزلوا كميه كبيره من الميه، بس بشرط انهم يفصلوا الميه عن الملح. وده لان اعداد الناس اللي في القريه زادوا جدا وانهم محتاجين ميه وملح عشان يقدروا يعيشوا. وفعلا السيليسيوس نفذوا طلبه، لكن القائده بتاعتهم طلبت منه يقويها ويرفع من مستواها. وفعلا بطلنا عمل كده، وبيكون عمل لها درع قتال سحري كمان. وبعد فتره بطلنا كان بيختبر قوه الشباب، وبصراحه ابهروه جدا وكان مبسوط من التقدم اللي عملوه. بيعدي الوقت والبنات كانوا قلقانين جدا على بطلنا، ولما عرفوا كان بيعمل ايه طلبوا منه يديهم الفلوس اللي اخدها منهم، كان بيحوشها لهم يعني. والغريب بقى ان بطلنا اداهم اضعاف الفلوس اللي اخدها منهم، وبيكون حكى لهم قصه التنين رادون، والمطلوب منهم يسكتوا وما يعرفوش حد القصه دي. فالبنات بيقولوا له احنا كده كده ما كناش هنتكلم، وطلبوا منه يخلي الفلوس دي معاه وانهم هياخدوا جزء صغير بس. وتاني يوم البنات طلبوا من بطلنا انه ياخد كتاب سحري نادر جدا مفيش منه غير نسخه واحده بس. وبطلنا فعلا قبل الهديه وفضل يقرا التعاويذ الموجوده، وعشان يكافئهم على اللي عملوه قرر ياخدهم مطعم ويعزمهم على الغداء. وهناك بطلنا عرض عليهم يجوا معاه المهمه اللي جايه، وطبعا البنات وافقوا، وده لانهم التابعات بتوعه. ولما سالوه هيتحركوا امتى قال لهم لما يتقن تعويذه الكتاب، وانه ما اتدربش عليها بشكل كويس، وعشان كده قرر انه يكمل تدريب. وبنلاقيه استدعى صندوق غبار وبدا يحركه في الجو، والمفاجاه انه قدر يتقن التعويذه، والكل كان مبهور بيه وقتها. وبعدها اسونا سالته عن فايده التعويذه دي، رد عليها ويليام وقال لها دي شبه تعويذه صندوق التخزين، وانه يقدر يحط فيها اي حاجه هو عايزها. ووقتها الاكل بيكون وصل، وبطلنا قرر يعمل التجربه قدامهم، وبنلاقيه اخد حته من الاكل وحطها في الصندوق. وبعد دقيقه النتيجه بتكون ظاهره، والكل كان قرفان من شكل الاكل. وبطلنا بيعرفهم ان وظيفه الصندوق ده انه بيبوظ اي حاجه بتخش فيه، بمعنى اصح صندوق زباله متنقل. بس كان في مشكله، بطلنا ما كانش عارف ايه فايده الصندوق ده. بس في اللحظه دي لقى الموظفه شايله ازازه عصير عنب، وعلى طول بطلنا اخدها منها وحط معاها ماده غريبه، والكل اتصدم بالنتيجه. بطلنا بيكون انتج عصير محدش بيصنعه في البلد غيره، بس كان لازم يعمل عليه شويه اختبارات الاول، وطلب من البنات انهم يجربوه. وبعد تجارب كتير بطلنا بيكون عارف ايه الفرق بين كل الازايز دول، وقرر يمشي على خطه معينه. وفي نفس اليوم بالليل الشباب كانوا عاملين مسابقه طبخ، وكانت منافسه شرسه جدا بين جاي وكريس ورينا، لكن الكل كان مبسوط واليوم بيخلص بنهايه سعيده. وتاني يوم الصبح بطلنا وباقي الشباب كانوا في غابه الاشجار، واللي كانت مثمره بطريقه مش طبيعيه، والفواكه اللي فيها كان طعمها حلو جدا. وكالعاده جاي وكريس كانوا بيتحدوا بعض. بس في اللحظه دي الشباب سمعوا صوت حد بيصوت، ولما بطلنا مشي ورا الصوت لقى الزومبي بيعض واحد من رجالته، لكن بطلنا قدر يبعده وكان بيحاول يمسكه، لكن مصاص الدماء بيهرب في النهايه. ولما جاي راح يطمن على جون، للاسف جون بيكون اتحول هو كمان لمصاص دماء، وكان عاوز يخلص على جاي لكنه كان اقوى منه وقدر يسيطر عليه. وبطلنا استخدم تعويذه التبديد وبيكون عالجه. ولما سال جودا عن اللي حصل قالت له دي
اعراض اصابته من مصاص الدماء، وانهم بينقلوا العدوى دي عن طريق العض بكل بساطه. ولما راحت تطمن على جون اتاكدت ان بطلنا عالجه، وبلغته ان مصاصين الدماء بيتحولوا لغبار لما بيتعرضوا لاشعه الشمس، لكنها كانت خايفه لحسن يكون دراكولا ظهر، وانه مصاص دماء بيتولد مره كل قرنين، وان بيكون تحته اتباع كتير جدا، وان كل ما بيكون قوي كل ما اتباعه بيكونوا اقوياء زيه، بس قوتهم بتقل مع ظهور اشعه الشمس. ساعتها بطلنا طلب من الشباب يجمعوا كل المعلومات عن مصاصين الدماء، بس في اللحظه دي بنلاقي واحد من رجال بطلنا بيجري بكل سرعته وبيبلغهم ان في الاف من مصاصين الدماء جايين عليهم، وده طبعا رقم كبير جدا، ده غير انهم قدروا يسيطروا على فصائل تانية كتير، وده معناه ان قوتهم مختلفه، يعني في القوي وفي الضعيف، والكل كان مرعوب جدا. بس بطلنا طلب منهم يهدوا وعرفهم انهم هيعملوا كل اللي يقدروا عليه، وطلب من كريس تبلغ الكره اللي جنبهم انهم يحاولوا ييجوا قبل ما القتال يبتدي. وفعلا الشباب بداوا يبلغوا الكره اللي جنبهم، بس للاسف رفضوا ييجوا وقالوا انهم مش هيخسروا ضد مصاصين دماء ضعاف زي دول، وفعلا قدروا يصدوا هجماتهم. بس اللي ما يعرفوش ان كان معاهم شخص غريب، اي مصاص دماء ميت كان بيرجعه للحياه من تاني. وقتها الكل ادرك ان ده دراكولا، وانهم مش هيقدروا يخلصوا على مصاصين الدماء الا لما يخلصوا عليه هو الاول، وكانوا خايفين جدا. لكن بطلنا بيقول لهم انا عندي الحل، وانه عرف كل حاجه عن مصاصين الدماء. وبعد شويه بنشوف الشباب واقفين قدام مصاصين الدماء، والكل كان بيستخدم قوته، وكانوا بيحاولوا يخلصوا عليهم باي طريقه. وبعد قتال عنيف جدا الشباب قدروا يخلصوا عليهم كلهم، وبعدها جاي طلب منهم يخلوا المكان بسرعه، بس للاسف وهم ماشيين قابلوا دراكولا في طريقهم. واول لما بطلنا شافوا استخدم تقنيه الانتقال الاني واخدوا المكان فاضي، وعرفوا انهم بقوا في مكان فاضي محدش موجود هنا غيرهم. وقتها دراكولا اتضايق جدا، وبطلنا قال له انت كده كده خسران وانك ضعيف جدا بالنسبه لي. ساعتها دراكولا اتضايق اكتر وقال له انا مفيش حد يقدر يغلبني في العالم ده كله. وفجاه بطلنا استخدم تعويذاته وبدا يهجم عليه، لكنه اتصدم لما لقى دراكولا صد كل الضربات، وفجاه وقف وراه وكان هيخلص عليه. بس بطلنا لحق نفسه في اخر لحظه ووجه عليه تعويذات كتير جدا، لكن ولا تعويذه فرقت معاه، وعرف انه جه دوره. وفجاه بنلاقيه واقف ورا بطلنا وعضه في رقبته، وويليام كان حاسس بالضعف وقوته بدات تقل، لكنه جه على نفسه وبدا يهجم عليه. لكن للاسف دراكولا كان زي ما هو، مفيش حاجه بتاثر فيه، وعرفه انه مش هيموت ابدا، وان قوته ملهاش حدود، وطلب منه ينسحب ويكون تابع ليه والا هيموت نتيجه العضه. ساعتها بطلنا ما ردش عليه، ومره واحده بنلاقي دراكولا هجم على بطلنا وكان هينهي حياته، لكن بطلنا استخدم تعويذه صندوق الغبار وحبس دراكولا فيه، وفضل قاعد جنبه لمده 10 ساعات لحد لما اتاكد ان دراكولا مات فعلا. وطبعا مش محتاج اقول لك ان رادون كان فرحان بيه جدا. بعد كده بطلنا بيكون رجع للشباب من تاني، ولما سالوه عمل ايه في دراكولا عرفهم انه خلص عليه. فاسونا بلغته ان الشباب بعد ما رجعوا لطبيعتهم بقوا مش قادرين يتحركوا، لكن بشرتهم اتحسنت، وانهم بقوا احرار من سيطره دراكولا، وانهم حلوا المشكله. بس في اللحظه دي بنلاقي الشباب بيتألموا جدا، والكل ما كانش عارف ايه اللي بيحصل. فرادون بلغ بطلنا ان دراكولا لسه بيتحكم في الشباب عن طريق السحر، وانه طالما اختفى فهم كمان هيختفوا قريب. وقتها بطلنا ما كانش عارف يعمل ايه، لكن لما افتكر اللي حصل لجون على طول بنلاقيه بدأ يعمل تعويذه التبديد، لكن للاسف ما قدرش يحرر كل الشباب. وقتها رادون اتدخل وعرفه ان قوته ضعيفه، فعشان كده ويليام قرر يستخدم درع رادون السحري وبيكون عالج كل الشباب. بس للاسف طاقته بتكون استنزفت بالكامل، وبنلاقيه وقع على الارض. بس بعد ساعه بيكون فاق من تاني، وكان كل اللي في دماغه وقتها الشباب. فاسونا عرفتهم انهم رجعوا لطبيعتهم، بس اعراض العدوى كانت لسه فيهم. ولما بطلنا سالهم عن اللي حصل بلغوه ان مصاصين الدماء كانوا قليلين في الاول، لكنهم بداوا يعضوا الناس وينشروا العدوى. وفي اللحظه دي بنلاقي واحد منهم بيعتذر لبطلنا وطلب منه يسامح الكل، ولو الموضوع وصل للاعدام فيعدمه هو مكانهم. فقال له بطلنا انا مش هعمل حاجه لحد، وان دراكولا هو السبب في كل اللي حصل، وانه خد جزاؤه في الاخر. وبنلاقيه عرض عليهم ينضموا للقريه بتاعته ويسمعوا كلامه وينفذوا اوامره بالحرف. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الشباب وافقوا فورا، وبطلنا عمل تعويذه التعاقد وبيكون رجع الشباب زي الاول. وبعد شويه بطلنا بيكون راح لصندوق التخزين عشان يطمن على دراكولا، وبعد 100 ساعه اخيرا بيكون اختفى بالكامل. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف اتنين بيتكلموا عن ويليام، وكانوا مستغربين ازاي ولد بالسن ده غلب دراكولا، وانهم كانوا عاملين حسابهم ان رجالتهم هي اللي هتقوم بالمهمه دي. فجون قال له مش مهم، وان اهم حاجه دلوقتي هو ويليام، وانه وحش بجلد بشر، وطلب منه يراقبوه الفتره دي لحد لما تجيلهم الفرصه انهم يستحوذوا على الارض. واول لما المساعد بتاعه بيمشي جون كان بيقول في سره انا محتار جدا، مش عارف الولد ده هيطلع بطل ولا هيطلع ملك الشياطين في الاخر. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف بطلنا وهو تعبان جدا، وده لانه تعاقد مع 10000 شخص، وكان شايل هم كميه الاسماء المهوله اللي المفروض يحفظها. بس في اللحظه دي بنلاقي اتنين سلايم جم وبيكونوا ادوا لبطلنا هديه هم اللي صنعوها. بعد كده بطلنا خدهم معاه وبدا يتمشى في القريه، وكان مبسوط من الانجازات اللي وصل لها، وان كل واحد من الشباب بيعمل اللي مطلوب منه. بس في اللحظه دي بنلاقي جاي وصل وبلغ بطلنا ان في بشر قريبين منهم، وانهم معروفين باسم كويستادور وعاوزين يقابلوا ملك الارض دي. وقتها بطلنا كان موافق يقابلهم، بس ما كانش شايف نفسه ملك للارض دي. فبنلاقي جاي سأل الكل عن ملك الارض، وكان مستني حد يعترض على بطلنا، لكن محدش قدر يفتح بقه، والكل كان معترف ببطلنا انه ملك الارض دي. بس في اللحظه دي بنلاقي التنين رادون ظهر وبيعترف قدام الكل ان ويليام هو ملك الارض، والكل كان مبسوط. وبعد شويه
تانية بنشوف بطلنا واقف قدام الاميره سكارلت وعرفته ان الايام اللي فاتت ما قدرتش توصل لاي معلومات عن جماعه كويستادور وان القريه بتاعته لسه في دماغهم وهم مش هيسيبوها. فقال لها بطلنا انا هتصرف واشوف حل. وبالليل راح لمكان فاضي وبدا يتكلم مع التنين وعرفه ان في حاجه هو مخبيها ومش عاوز يقول عليها. فرد التنين وقال له انت مهارتك في الملاحظه قويه جدا. ومره واحده بالليل وداه الاوضه شكلها غريب مكتوب على الحيطان كلام غريب جدا. والتنين بعدها طلب من بطلنا يملى المساحه طاقه سحريه وان مستواه اتحسن جدا بعد اخر قتال دخله. وفعلا بطلنا استخدم طاقته السحريه واكتشف المخبأ السري واللي موجود في المكان وبدا ينزل على السلالم لحد لما نزل مكان مليان طاقه سحريه. ولما سال التنين عن المكان ده قال له ان دي موسوعه سحريه معروفه باسم عرين التنين ودي عباره عن مكان مليان تعاويذ سحريه قديمه وانك اول انسان قدر يدخل المكان ده وطلب منه يقعد ويذاكرها. وفعلا بطلنا امتص كل التعاويذ الموجوده في المكان ولما جرب يعمل التعويذ اللي اتعلمها ولا تعويذه نجحت معاه. ولما سال التنين عن اللي حصل التنين عرفه ان طاقته السحريه وقفت لكن بطلنا ما فرقش معاه الكلام ده وبالله استخدم تعويذه التبديد وللاسف ما قدرش يستخدم السحر برضه فقرر يحاول مره تانية بس للاسف لقى فقاقيع بتجري وراه فاضطر يخرج بره المخبأ لكنه دخل مره تانية وكان في ايده حجر رماه على واحده من الفقاقيع لكنها ما تاثرتش فقرر انه يستخدم تعويذه النار بس للاسف ما حصلش حاجه برضه والفقاعه حجمها بيكون الضعف. وساعتها التنين بلغه ان ده امتحان صغير وانه لازم يستخدم مجموعه من التعويذ المختلفه عشان ينجح في الامتحان ده. وقتها بطلنا استدعى النسخه الثانيه منه وبداوا هما الاثنين يعملوا تعويذ مختلفه عن بعض لحد لما قدروا ينجحوا في الامتحان وخلصوا على كل الفقاقيع. بعد كده خرجوا من المخبأ وبداوا يجربوا التعويذ الجديده اللي اتعلموها. وبطلنا بيكون عارف ان السحر بيحل اغلب المشاكل اللي في حياته والتنين طلب منه يزود قوته السحريه اكتر وده عشان يقدر يستفيد من التعويذ. وفعلا بطلنا بدا يستخدم كل المهارات اللي اتعلمها وقدر يعمل تعويذ الدرع السحر المطلق. والتنين كان مبسوط منه جدا لانه قدر يتقن تعويذه قديمه زي دي. وطبعا مش محتاج اقول لك ان ويليام كان مبسوط جدا وفضل يتدرب لحد بالليل. وبعد كده بالليل راح للعالم الاخر وكان بيحاول يطور من مهاراته وبيكون بلغ التنين انه هيحاول يعرف كل حاجه عن السحر وانه مش هيدي فرصه لاي حد يكون احسن منه. وقتها التنين كان مبسوط بيه جدا وكان شايف ان مصدر قوته هو اصراره على تطوير نفسه. وتاني يوم الصبح اسونا بلغت بطلنا ان جاي عاوز يقابله في النقطه 17 وفعلا بطلنا راح وهناك لقى جنود كتير واقفين. ولما سال جاي عن السبب عرف انهم جايين عشان ينفذوا مهمه خاصه بيهم وانهم عايزين يقابلوه. وطبعا بطلنا وافق وقابل المسؤول بتاعهم واللي كان اسمه اكس بلاست وعرف بطلنا انه جاي من طرف القائد بتاعه وانه عاوزه يتجوز الانسه فلورا وانها نفس درجه جمال الاميره سكارلت. وقتها بطلنا استغرب جدا وعرفه انه لسه صغير لكن اكس كان معترض وقال له شوف الاميره الاول واحكم بعدين. واول لما الاميره نزلت من العربيه بطلنا انبهر بجمالها واكس عرض عليه انه يتجوزها دلوقتي وان الامير موافق. وقتها بطلنا استغرب جدا وطلب منهم يجوا معاه القريه بدل ما هم بيتكلموا في المدخل بس. وفجاه بطلنا حس بحاجه جايه عليهم وللاسف اتعرضوا لهجوم وكان في اصابات كتير جدا كان من ضمنهم الاميره فلورا. ولما بطلنا حاول يحلل اللي حصل التنين بلغوا ان ده وحش متفجر والانسان هو اللي صنعه وان في لعبه بتتلعب عليهم. وقتها بطلنا سال التنين عن الشخص ده والتنين كان شاكك ان اللي عمل كده هو المسؤول اكس وده لان هو الوحيد اللي ما كانش موجود في المكان ساعتها. فبطلنا طلب من جاي يحمي المنطقه عقبال لما يجي تاني. وبالليل راح قصر الاميره سكارلت وجابها معاه للقريه ولما شافت اللي حصل في المكان اتصدمت. والغريب انها لما شافت الاميره فلورا استغربت جدا وده لانها اول مره تسمع الاسم ده. ولما بطلنا قال لها انها جت مع المسؤول اكس قالت له انا سمعت الاسم ده قبل كده وانه يعتبر الدراع اليمين لقائد اماره بيلتا وانه مشارك كبير في اغلب عمليات التخفي اللي بتحصل في البلد. ولما حللت اللي حصل اتاكدت ان الجماعه دول عاوزين يجوزوا بطلنا من ارض الوحوش وده عشان يموت بطريقه وحشه جدا منهم بحيث يغزو القريه بعد موته وده لان القريه هتعاني من بعده وهتكون ضعيفه جدا. المهم بالله الاميره سكارلت بتفحص جسم فلورا والغريب بقى انها طلعت تعرفها وان البنت دي مش اميره ولا حاجه وانها بنت مخطوفه. وفي اللحظه دي فلورا بتكون فاقت من تاني واول لما شافت الشباب وعرفت اللي حصل قررت تهرب منهم لكن بطلنا منعها وعرفها انه سيطر على الهجوم. ساعتها فلورا عرفتهم انها مصدر خطر وان اللعنه اصابتها وان خلال كام ثانيه هتموت. وقتها بطلنا استخدم تعويذه التبديد وعالجها. ولما سالوها عن اللي حصل قالت لهم انهم اجبروني وزرعوا فيا اللعنه وان اي حد هيقرب منها الفتره دي هيتحول لوحش. وقتها التنين اتدخل وعرفهم ان دي نفس طريقه دراكولا فعشان كده بطلنا طلب من فلورا انها تقعد معاهم في القريه وانه هيحميها ومش هيخلي اي حد يقرب منها. وبعد ايام بنلاقي الاميره سكارلت متضايقه وكانت بتقول خلي بالك دول بيستخفوا بيك وان الثلاثه دول اللي جنبهم شايفينه ضعيف جدا وانه لازم يستعرض قوته عليهم. وقتها بطلنا كان فاكر انه يروح ويتخانق معاهم لكن الاميره ما كانتش قصدها استعراض القوه دي وانه لازم يصدر عمله خاصه بيه. ومن بعد ما صنع لها التنين رادون وهي مبهوره جدا بجودته ومن ساعتها كانت عاوزاه يصدر عمله خاصه بيه. وبنلاقيها طلعت 3 انواع من العملات وقالت له سلبيات وايجابيات كل واحده فيهم بحيث ياخد كل الايجابيات ويبعد عن السلبيات وبتكون عرفته طريقه صنعها. وعلى طول بطلنا راح المصنع وبدا يصدر العملات الجديده ولما الاميره شافتها انبهرت بيها جدا وانه اصدر عمله ما جاش زيها في التاريخ وان ده احسن استعراض لمهارته. وعرضت عليه انه يصنع عملات نحاسيه بحيث لو سهروها قيمتها تفضل زي ما هي. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف البنات وهم بيبيعوا العملات
والموظف كان مصدوم جدا من نقاء العملات بتاعتهم، ولما شاف العملات النحاسيه وفحصها انبهر بيها جدا وكان مستعد ياخد الكميه كلها. وبنرجع بعد كده لبطلنا وكان معاه جواب مبعوث من اخوه كان بيقول فيه انا عاوز اتكلم معاك ونعمل مع بعض صفقه. ولما بطلنا حكى للاميره سكارلت رفضت وطلبت منه ما يروحش هناك، وان مفيش داعي لطاعه اخوه البريفت، وانه مش سالك وعاوز يأذيه. وبعد شويه بنلاقي برونو جه قريه بطلنا وكان عاوز يتكلم معاه، وبنلاقيهم راحوا بيت سكارلت وبرونو طلب منه انه يسمح لعيلتهم بممارسه التجاره جوه قريته وانهم هيلتزموا بالقوانين ومش هيعملوا مشاكل، وكان بيبين احترامه لويليام. لكن ويليام ما حبش الموضوع ده وطلب منه يتعامل عادي، وبرونو فضل يقنعه باللي عاوز يعمله. ولما بطلنا فكر في الموضوع شويه وادرك ان اخوه جه لحد عنده وما عملش زي البريفت وافق على طول. ولما سال سكارلت عن رايها طلبت منه يفرض عليه ضرايب، وبعد كده هما الاثنين هيكونوا كسبانين، وانه يحاول الفتره اللي جايه يتعامل مع البريفت بطريقه جديده شويه، وانه يمشي بمبدا عامل الكويس كويس وعامل الوحش وحش، وان ده مبدا كل الملوك. واول لما برونو مشي التنين عرف بطلنا انه حكيم جدا، وده لانه سال اتباعه في الحاجات اللي مش فاهم فيها، وان ده تصرف حكيم جدا منه. وبعد كده بطلنا اتنقل للعالم الاخر، والتنين نصحه انه يكون ذكي اكتر وما يستخدمش عواطفه في كل المواقف، لان وارد جدا انه يظهر ناس شبه اخوه البريفت، وانه لازم يعمل حسابه لحاجه زي دي. فرد عليه بطلنا وقال له لو حصل كده فعلا فانا هقاتل، وانه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يحمي قريته. بس التنين كان ليه راي تاني، وان السحر مش كل حاجه، وانه لازم يعالج العيوب اللي عنده ويستخدم طاقته السحريه كمصدر قوه ليه. ومره واحده بنلاقيه بيساله هل بيقدر يحس بالطاقه السحريه في الناس اللي حواليه ولا لا، فبطلنا قال له اكيد بحس. وفي اللحظه دي بنلاقي بنت جميله جدا ظهرت، ولما بطلنا سالها انت مين اتصدم جدا لما عرف انها رودون، وانها بتستخدم طاقتها السحريه في حاجات كتير غير القاء التعاويذ. وقتها بطلنا اقتنع بالكلام وبدا يقوي جسمه واستخدم السحر في حاجات تانية. ولما سال رودون عن رايه قال له انت بتتعلم بسرعه كبيره وان في تقدم كبير، وانه لازم الفتره اللي جايه يتعلم ازاي يستخدم طاقه سحريه في حاجات تانية. وفعلا بعدها بداوا يدربوه على السحر، ورودون بلغ بطلنا انه بدا يتحكم في قوته السحريه بشكل كامل، وانه مستعد ينتقل للمرحله التانية. ومره واحده بنلاقيه دخل جوه جسمه وخرج تاني. ولما ويليام ساله عمل ايه رودون قال له هتفهم كل حاجه في المهمه اللي جايه. وبنلاقيه اداله حبل من النور وعرف انهم هيلعبوا لعبه شد الحبل، بس مش هيستخدموا قوتهم البدنيه، وانهم هيعتمدوا على القوه السحريه. لكن للاسف بطلنا ما فهمش، فعشان كده رودون استخدم تعويذه الكهرباء ووقعه على الارض. وبكده بطلنا بيكون فهم اللعبه، وبنلاقيه قام من مكانه وبداوا الجوله. والغريب بقى انهم هما الاثنين كانوا ثابتين في مكانهم، وبطلنا كان مركز جدا ومش عاوز يتشتت انتباهه، وده كان بسبب انه لو فكر في حاجه تانية غير القوه السحريه هيخسر الجوله. ساعتها رودون كان شايف ان بطلنا بيتعلم بسرعه وان قوتهم السحريه متساويه، ودي حاجه غريبه جدا لانه لما دخل في جسمه من شويه زود له قوته السحريه، وده معناه ان جسمه مش بيستحمل طاقه زياده. فعشان كده الامتحان ده بيكون خلص وبيقرروا يدخلوا على المرحله الثالثه. ورودون طلب من بطلنا انه يعمل اكبر عدد ممكن من التعويذات المتزامنه، وفعلا بطلنا عمل 28 تعويذه في نفس الوقت، لكنه كان مستغرب ازاي قوته زادت. فرودون عرفه ان السر في التدريب البسيط ده، غير انه استخدم طاقته السحريه عشان يحسن من مستواه، ونصحه نصيحه اخيره انه يستخدم القوه مع الليونه، وان الاثنين مهمين. بعد كده بطلنا كان مجمع كل الشباب وكان عامل اجتماع على مستوى القريه، وبما انهم خلصوا كل الشغل اللي في المنطقه الشماليه قرروا يتحركوا على الشرق. لكن رينا كانت شايفه ان ده مش احسن حل، وان مفيش ميه ولا ملح هناك. فقال لها بطلنا بسيطه اعتبر المشكله اتحلت. وقتها اسونا سالته ازاي بيقدر يجيب كميه الميه والملح الكبيره دي، فقال لها بطلنا انه بينتجها من ميه البحر، وان الموضوع سهل جدا بالنسبه له لان صندوق التخزين بيوفر عليه حاجات كتير، وانهم ما يشيلوش هم المشكله دي. فبعدها جودا قالت له ان ده مش احسن حل، وانه مش مجبر يحل كل مشاكل القريه، وانهم لازم يلاقوا مصدر للميه والملح. ساعتها بنلاقي الاميره سكارلت قامت من مكانها وسالتهم هل في بحيرات قريبه منهم يقدروا يستخرجوا منها الملح الصخري. فرودون رد عليها وقال لها اكيد فيه، وما فيش اكتر منها في جنوب غرب المدينه. ولما بطلنا سالها عن السبب اللي خلاها تسال سؤال زي ده، فقالت له بكل بساطه الاغنام البريه والبقر بيتجمعوا هناك، وانهم بيحبوا يلحسوا الملح الصخري. وطلبت من رودون يوصف لهم المكان بالظبط، واتفق معاها انه هيعرف ويليام المكان بعدين. وبعد ما الاجتماع خلص اسونا كانت شايفه ان وجود محيط في المدينه هيسهل لهم حاجات كتير، وكانت شايفه انه ممكن يساعدهم في حاجات زي دي. بس فجاه بنلاقي الاميره سكارلت اتدخلت وعرفتهم ان التنين هو السبب في عدم وجود محيط في المدينه، وان الاساطير بتقول ان في حرب التنانين الثلاثه رودون وقع الكتله الصخريه الكبيره في منطقه بلتا، وان ده السبب في اللي هم فيه دلوقتي. وكانوا شايفين ان كان في منفذ للمحيط ده هيحل المشكله. ولما بطلنا راح لرودون وطلب منه يشوف له تعويذه تحل المشكله دي، لان تعويذته اللي ابتكرها ممكن تبوظ حاجات كتير في المدينه، وده بسبب ان ما عندوش قوه سحريه كفايه. وقتها التنين قال له انت ناوي تعمل محيط ولا ايه، وبلغه انه مش هيساعده في حاجه زي دي، وانه لازم يشتغل على نفسه ويحل المشكله دي لوحده. والغريب بقى ان بطلنا قدر يعمل حاجه شبه المحيط. ولما البنات سالوه عمل كده ازاي، عرفهم انه اخد جزء من المحيط الحقيقي وجابه هنا. لكن اسونا كانت شايفه انه ممكن يجف مع الوقت، فسكارلي بتقول لها اكيد بطلنا فكر في النقطه دي. وفعلا ويليام استخدم صندوق العناصر وخلى البركه دي متصله بالمحيط، بحيث لو نقصت تعوض النقص ده، وانها بتتجدد مع نفسها. وطبعا مش محتاج اقول لك ان البنات كانوا مبهورين جدا بيه، وعشان يفرحوا باقي اهل القريه قرروا يعملوا يوم ترفيهي، وطلبوا من بطلنا يسمح لهم بالسباحه هنا، واكيد بطلنا مش هيقول لهم لا، والكل كان مبسوط جدا. وتاني يوم بنشوف بطلنا عند قصر الاميره سكارلت، وكان حاسس
انها زعلانه شويه، ولما سالها عن السبب قالت له جاتني اخبار مش كويسه وان منطقه ايجي بتعاني من الجفاف الشديد، عشان كده بطلنا عرض عليها المساعده وقال لها لو الموضوع واقف على الميه دي فهو حل المشكله، وهيخزنوا الميه في صندوق التخزين وهينقلوها بكل بساطه، واكيد مش هيسيب دوله قريبه منهم في خطر وان مش محتاج منهم مقابل، وبكده يكون طبق مقوله رادون وهي القوه واللين مع بعض. وبنلاقيه راح هناك وبدا ينقل لهم الميه في براميل، بس في اللحظه دي بنلاقي رادون بيقول له انا مش حاسس ان اللي بتعمله ده احسن حاجه، وانه مهما ساعد الناس اكيد مش الكل هيعترف بالمساعده زي اخوه البريفت كده، وان مش كل الناس كويسين. وبعد كده بنروح للاميره سكارلت وبلغت بطلنا ان منطقه سكارلت لسه بتعاني من الجفاف وان بطلنا ساعدهم بس بنسبه قليله يعتبر. وفي اللحظه دي رادون عرض عليهم المساعده وطلب منهم يسيبوا له الموضوع ده. وبعد شويه بنلاقي بطلنا قاعد مع اخوه برونو وقال له بما انك نبيل من نبلاء يجي هل بتطلبوا المساعده من الكره اللي حواليكوا ولا لا؟ فاخوه بيقول له ايوه. عرفوا ان زعيم المنطقه رفض المساعده وانه عاوز يساعدهم ويديهم ميه، وطلب منه يكون الشخص اللي هيقدم المساعده ويديهم هو الميه بشكل رسمي. وبنلاقيه بعد كده طلع براميل الميه من صندوق التخزين وطلب منه يوزعها، فقال له برونو مفيش مشكله لكن توزيع الميه في المنطقه كلها هيكلف فلوس كتير. فبطلنا فهمه ان مفيش الكلام ده وانه هيتحمل تكاليف العمال بس. فبيرجع بطلنا لقصر الاميره، والغريب بقى انه بيلاقي جاي هناك وبلغوا ان زعماء منطقه جامي بعتوا رجالتهم عشان يفحصوا الطرق، وده عشان يطمنوا على حفل زفاف الاميره. فبطلنا قالوا طالما مش بيأذوا حد مفيش مشكله. وبعد لما جاي مشي بطلنا كان بيفكر في طريقه تخليه يروح منطقه يجي من غير ما حد يعرفه، وبنلاقيه استدعى نسخته الثانيه وفضل يغير في ملامحها لحد لما حولها لبنت وكانت بتعمل نفس التعاويذ بتاعته. وبطلنا بيكون سماها ايميليا وطلب منها تروح يجي وتنقل الميه من غير ما حد ياخد باله. وبعد فتره بطلنا كان مبسوط جدا من اجواء المدينه، وانه لما سمح للناس الغريبه انهم يتفاعلوا مع مملكته ده خلى المدينه تبقى مليانه ناس. بس في اللحظه دي بنلاقي ناس غريبه بتراقب بطلنا، ولما اخد باله منهم قرر يتحرك من مكانه. بنلاقيه بعدها راح لرجالته عشان يشوف شغلهم وكان مبهور بيهم جدا وطلب منهم يفككوا الصخور ويخلوها اصغر من كده. وبنلاقيه استدعى مجموعه من الجنود وطلب منهم يحفروا، وبنعرف انه عاوز يظبط الطرق وانه ماشي على تعليمات رادون. واول مرحله بتقول له انه لازم يحفر ويعمل تجاويف في الارض، وتاني حاجه يبدا يحط الطوب بحيث ينسق الارض، وتالت حاجه انه يسخن التراب لحد لما يدوب، وبعد كده يسيبه فتره طويله لحد لما ينشف. لكن بطلنا ما كانش يعرف ايه التراب اللي بيتكلم عليه ده، فعرفه رادون ان البشر بيسموه التراب القابل للاشتعال. ولما بطلنا عرف انه قابل للاشتعال فعلا قرر يجيبه ويجربه بالسحر، ورادون كان هيتجنن منه. المهم بطلنا بعدها راح يطمن على الشغل وكان راضي عنه جدا، ورادون كان عاوز يخلي المنطقه نفس شارع النصر واللي بيكون عباره عن شارع الجيوش المنتصره واللي بتستخدمه عشان يوصلوا للقصر، وان بطلنا يقدر يعمل حاجه زي دي وان عنده كل المؤهلات اللي تخليه يعمل حاجه زيها. وبعد ساعات رجاله بطلنا خلصوا كل المطلوب منهم، وبطلنا طلب منهم ينقلوا الصخور ويعبوها في الخندق الصغير ده، وفعلا الشباب بداوا يشتغلوا. وبطلنا استدعى وحوش السلمندر عشان يساعدوهم، وبيكونوا خلطوا التراب والحصى مع بعض، والكل كان مبهور بالنتيجه. وبما ان بطلنا عمل طرق المدينه كلها قرر يوسع الطرق اللي بره المدينه. ولما رادون ساله عن السبب بطلنا حكى له قصه البياع اللي عربيته وقعت في الحفره وانه اتاخر على ميعاد تسليم البضاعه يومين كاملين، وانه لولا مساعده اهل البلده ليه كان زمانه اتاخر اكتر من كده او ساب بضاعته وعربيته ومشي. وويليام شايف ان الطرق اللي بتربط المدن ببعضها مهمه جدا، ومن تاني يوم بدا التنفيذ ورجالته كانوا شغالين في الطرق الخارجيه. وبعد فتره صغيره قدروا يخلصوا كل الطرق، ولما بطلنا فحص الاسفلت ادرك ان في احسن وان الرجاله ما عملتش اللي عليها، عشان كده بنلاقيه استدعى وحوش السلمندر وطلب منهم يولعوا في الارض، وبعد كده خلاهم يعدلوا الطرق بحيث تكون مظبوطه. وبعد ما الارض اتظبطت بطلنا جاب ميه وكبها على الارض عشان يختبرها، وكان مبسوط جدا من النتيجه وانه متاكد ان الطرق هتكون بنفس حالتها السنين اللي جايه وان الارض مش هتتشقق. فعشان كده بطلنا قرر يعيد بناء الطرق وقرر يبنيها بالطريقه الجديده. وبعد شغل كتير بطلنا قرر يريح شويه، لكن رادون طلب منه يفوق ويخلص المهمات المطلوبه منه. ساعتها بطلنا افتكر المهمات المطلوبه منه وقرر يعملها وهو نايم على الحبل، لكنه بيقع على الارض بس بيقوم تاني، وكان بيحاول ينام لكن رادون فصله وساله حاسس بايه. فبطلنا قال له انا بدات احس بحاجات دقيقه جدا في السحر وان دي اول مره احس بحاجه زي كده. وبدا يرصد القريه بتاعته وبيكون اكتشف جواسيس مبعوثين من القرى اللي حواليهم، وويليام كان متضايق منهم جدا ورادون كان فاكر انه هيهجم عليهم، لكن بطلنا قال له لا، وبدا يفكر مع نفسه ويحلل اللي بيحصل وان طالما اعدائه حاطينه في دماغهم بالشكل ده فده معناه انه قوي جدا. وبنلاقيه راح للاميره سكارلت وحكى لها اللي حصل، وكان بيسال عن عدد الجنود في قريه بلت وكستادور. فالاميره قالت له ان عددهم 70,000 وان لو حصل هجوم ممكن يوصلوا ل 30,000 جندي، وده رقم كبير جدا لان بطلنا جيشه مش معدي ال 10,000 جندي، وده بالمدنيين يعني الجنود مش معديين ال 6,000 اصلا. وكان شايف ان درع رادون ممكن يحل الازمه، لكنه قرر يفكر مره تانية لانه مش عاوز يجازف في الجنود بتوعه. بعد كده بنلاقيه راح الغابه وكان بيفكر مع رادون في حل، وبنلاقيه رصد القريه مره تانية وبيتفاجئ بقوه سحريه. وبنلاقيه راح لرجالته وطلب منهم يخلوا المكان بسرعه، وبنلاقيه استدعى الغنوم وخلاهم يحفروا خندق كبير جدا، وويليام نزل فيه ولقى تحت معدن المثريل وان دي الطاقه اللي حس بيها لما رصد القريه، والكميه الموجوده تعمل دروع كتيره جدا ولو السحر اتدخل هتكون اقوى بكتير، وان ده هيعوض الفرق في القوه العسكريه. وبعد لما
خرج من الحفره طلب من سكارلت تبلغ الكل انهم جاهزين وهيبداوا تجهيز جنودهم بالدروع. وبعد شويه بنشوف الجنود وهم بيشتغلوا كالعاده، وبنعرف انهم وقفوا شغل الطرق وبقوا شغالين دلوقتي على التنقيب عن المثريل. وبطلنا كان مبهور جدا بالكميات اللي طلعوها وانهم يقدروا يصنعوا الاف الدروع منها. وبطلنا بعدها استدعى السلمندر والغنوم وقدر يصنع سبايك المثريل، لكنه كان عاوز زياده. وبنلاقي سأل رينا هل الجنود يقدروا يستخدموا السحر ولا لا، فقالت له اكيد بيقدروا لكن خبرتهم قليله جدا وانهم محتاجين يذاكروا كتب السحر. لكن كان في مشكله وهي ان الكتب دي محتاجه وقت طويل عشان يذاكروها. وبطلنا كان شايف انه لو ادى الخاتم اللي معاه لكل واحد الموضوع هيطول جدا، ده غير انه ممكن ما يكونش فعال. فعشان كده كان بيفكر يعمل موسوعه سحريه مصنوعه من المثريل، لكن برضه ما كانش ده الحل. ولما فكر شويه عرف ان احسن حل انه يبني معبد تحت الارض زي اللي شافه قبل كده، وانها فكره ممتازه جدا عشان الشباب يتعلموا السحر، لكنها برضه كانت صعبه جدا ومش احسن حل بالنسبه له. وبنلاقيه بيسال رينا هل بتقدر تستخدم السحر ولا لا، فعرفته انها بتقدر تستخدم سحر الجليد. ساعتها بطلنا فرح جدا وبنلاقيهم راحوا المدينه، وبطلنا استدعى السلمندر وخلاهم يسيحوا الطريق والمثريل. وبعد كده خلى الغنم يشيلوا الطرق خالص ويغطوا السطح بالمثريل الناعم، وبعدها عمل تعويذه على المثريل ورجع الطريق زي الاول. فسالته رينا عملت ليه كل ده، فطلب منها ويليام تقف على الطريق وتشوف. ولما رينا سمعت كلامه حست بتطور كبير في قوتها السحريه وان التعويذه الجديده بدات تدخل دماغها. وفجاه بنلاقيها استخدمت تعويذه ابره الجليد وهي مبسوطه جدا بقوتها اللي اتطورت. ولما سالت بطلنا عملت ايه، بطلنا قال لها استخدمت السحر على المثريل وحولته لجهاز تخزين طاقه سحريه، وانه عمل كل الطريق بالذات عشان يخلي البلد كلها تقدر تتعلم التعاويذ. عشان كده قرر يكسر كل الطرق ويعيدها من تاني. وبعد ايام الشباب كانوا بيتدربوا على التعاويذ الجديده، وحرفيا بطلنا خلى الكل يستخدم السحر، حتى السلايم كان بيعمل تعاويذ زيهم. ورينا كانت فرحانه ان الكل هيقدر يدافع عن البلد، لكن بطلنا قال لها انا لسه ما خلصتش وخلاها تقف على الطريق وطلب منها تعمل تعويذه الهاتف. لكن رينا اول مره تسمع حاجه زي دي، بس فجاه بنلاقيها عملت التعويذه عادي جدا. وبنعرف انها بتساعد بطلنا انه يقرا افكارها، وان شرط التعويذه دي انه لازم يكون متعاقد مع الشخص اللي بيتكلم معاه. وفعلا رينا قدرت تتكلم مع ناتاشا والتعويذه بتكون نجحت. ورينا كانت شايفه ان القريه ما بقتش عاديه وانها بقت قريه سحريه. وبطلنا بعد الجمله دي كان متفائل جدا. وبعد شويه بنلاقيه واقف مع فلورا عروسته المستقبليه، وكان بيعلمها ازاي تستخدم السحر. ولما حكى لها عن اخر التطورات اللي عملها كانت شايفه انه بيستخدم ماده غاليه جدا وان ده يعتبر اهدار لطاقته وفلوسه. فقال لها بطلنا مفيش مشكله وان اهم حاجه عندي هي حياه الناس. ساعتها فلورا انبهرت بيه لان القائد كان اخر حاجه بيفكر فيها هي حياه الناس، وان اهم حاجه عنده هي مصلحته. لكن ويليام عكس ده، وانها شايفه ان القريه جميله جدا وان الحياه فيها مريحه. ولما بتعرف ان بطلنا عاوز يخليها دوله سحريه بالكامل فرحت جدا. بس في اللحظه دي بنلاقي جاي اتصل على بطلنا وطلب منه يجي لان في ناس عاوزين يقابلوه وانهم بيقولوا انهم فرسان تنانين. ساعتها فلورا اتصدمت، ولما بطلنا سالها في ايه قالت له دول فرسان بيكونوا راكبين تنانين والتنانين بتاعتهم بتكون مطيعه جدا بس شجاعتهم زي شجاعه الاسود. وقتها بطلنا قلق وقرر يروح لهم. واول لما التنانين شافوه كانوا مرعوبين جدا. بطلنا سالهم عن اللي بيحصل، فبنلاقي الجنوب بيقولوا له هو ده. ساعتها رودون عرف بطلنا ان التنانين بتخاف من الناس الاقوياء. وقتها بطلنا ضحك وقال له تصدق انهم شبهك. فتعصب رودون جدا وطلب منه ما يقارنهوش بالسحالي دول. المهم بعدها بنلاقي الاميره شيلا نزلت، وبنعرف انها الاميره رقم 19 في عيله كويستادور وانها جايه لحد هنا عشان تتحداه في مبارزه. وقتها بطلنا كان مستغربها وسالها عن السبب، فقالت له انا لازم اختبر قوتك قبل ما ناخد اي خطوه في الاتحاد مع قريتك وبالمره نشوف هل هو يستحق ولا لا. والغريب بقى ان بطلنا وافق. وفي بدايه القتال بنلاقي شيلا اختفت، لكن بطلنا استخدم تعويذه الدرع المطلق وحوط نفسه بحيث يتجنب ضربتها. وشيلا فضلت تسدد له مجموعه من اللكمات، لكن درع بطلنا كان بيحميه وبيصد كل الضربات. وبطلنا كان سامع صوتها لكنه ما كانش عارف هي فين. وفجاه بنلاقي الاميره هجمت عليه بسيف سحري، لكن بطلنا قدر يهرب منها وكان مصدوم بالسيف اللي معاها. وشيلا قالت له انا استسلمت خلاص وقررت تديله الضربه القاضيه. لكن بطلنا ما فرقش معاه الكلام ده وقدر يعرف تحركاتها، والمره دي ما كانش مديها فرصه تعمل اي حاجه، ده غير انه كان متحكم في سرعتها. ولما سالته عرف مكانها ازاي قال لها الضباب حل كل حاجه، وانه لما بيحس ان في مكان النور بان فيه فده معناه انها موجوده في المكان ده. ساعتها شيلا كانت معجبه بقوته وهدوءه وطلبت منه يتكلموا مع بعض في مكان هادي. وبنلاقي بطلنا استخدم تقنيه الانتقال الاني، وبنلاقيهم راحوا القصر بتاعه. وشيلا بدات تتكلم عن التحالف اللي جاي عشانه، ومن ضمن شروطها انهم يعملوا معاهده عدم اعتداء عسكري وان ده الشرط الاهم بالنسبه لها. ساعتها بطلنا كان شايف ان دي صفقه ممتازه، لكنه كان مقلق منها شويه وكان شايف انها هتاذيه. لكن شيلا عرفته انهم مش هيقدروا يعملوا حاجه زي كده، وده لان رادون دمر قريتهم قبل كده وانها كانت مصدومه لما تنينها ما رفضش الاوامر. وده معناه ان بطلنا عنده نفس قوه رادون، وطلبت منه يوافق على العرض اللي عرضته عليه. ولما بطلنا اخذ راي رادون قال له دي دولتك وانت حر فيها، وان التحالف ده هيقدم له مميزات، اول واحده فيهم ان اعداد جيشه هتزيد، وده كلام منطقي جدا. وبطلنا وافق على طول. ولما شيلا سالته عن اسم دولته اتفاجئت برادون قدامها وعرفها ان الدوله دي معروفه باسم ويليام رادون وان حاكمها انسان سلطته كبيره. ساعتها بطلنا كان مبسوط منه جدا لانه قرر يبين نفسه عشان يكبره قدامها. وبعد ساعات كتير بطلنا وشيلا كانوا بيتكلموا عن التحالف، وشيلا كانت قلقانه جدا ومش عارفه
ازاي هتفتح مملكتها في الموضوع ده، خصوصا بعد ما عرفوا اسم مملكته. لكن ويليام حل المشكله، ولما حس ان الوقت اتاخر طلب منها تيجي معاه عشان تشوف اوضتها. بس لما شيلا خرجت وشافت الشبابيك بتطلع نور اتصدمت منها. ويليام عرفها ان دي تعويذه الضوء، وانها مبنيه على جهاز سحر قديم وكل المباني فيها سحر والضوء مش بيخرج منها. ساعتها شيلا ما صدقتهوش وفضلت تتمشى في المدينه لحد لما اتصدمت ببنت بتلعب بالميه حرفيا. ولما سالت بطلنا عن اللي بيحصل، بطلنا قال لها السحر بيعمل كل حاجه، وان المدينه بتاعته الضوء مش بيفارقها، وان عرق المثريل هو السبب. فاتصدمت شيلا اكتر، وكانت شايفه ان جيشه قوي جدا، وان طالما بيستخدم السحر فما فيش حد هيقف قصاده، وان اكيد عنده بلورات سحريه. لكن بطلنا اول مره يسمع الاسم ده، ولما سالها عنه ضحكت عليه وعرفته ان البلورات السحريه هي تراكم الطاقه السحريه، واللي بتتدفق لما بيعمل تعويذه شبه بقايا حرق الشمع كده، وانها بتنتشر في الهواء لما بيعمل تعويذه. بس فجاه بطلنا ابهرها بتعويذه الضوء، والغريب بقى ان مفيش اي طاقه سحريه وقعت منه. ولما قالت له ازاي، بطلنا قال لها رادون علمني استخدم طاقته السحريه بكفاءه، وان البني ادمين العاديين هم بس اللي بيهدروا طاقتهم السحريه. المهم بتدخل شيلا اوضتها، وبطلنا بيكون في طريقه لاوضته، ورادون طلب منه يعمل تعويذه بشكل مش فعال. والغريب بقى ان بطلنا سمع كلامه، ورادون كان فرحان انه سمع كلامه، وكان قاصد يعمل كده عشان يوريه شكل الطاقه المهدره، واللي كانت شبه الغبار بالمناسبه، وانها لما بتنزل على الارض بتكون بلورات سحريه. وفعلا كلامه طلع صح، وبطلنا لما رصد القوه السحريه اللي حواليه ومشي وراها لقى فعلا بلوره سحريه. ولما ساله يعمل بيها ايه قال له ولا حاجه، وده لانها بتفقد قوتها السحريه مع الوقت، وفي الاخر بتكون حجر عادي جدا. ساعتها بطلنا حس بخيبه امل كبيره، لكن رادون عرفه ان قيمتها غاليه جدا، وانها لما بتكون موجوده في ساحه المعركه قيمتها بتكون اعلى من الالماس، وانها ممكن تكون مصدر دخل وطني كبير. فعشان كده بطلنا استدعى اخوه برونو وطلب منه يتصرف له في البلورات السحريه دي، وانه ممكن يوفر منها كميات كبيره. وقتها برضه برونو اتصدم جدا، وبطلنا ادرك فعلا ان البلورات دي قيمتها عاليه ونادره جدا، ده غير انها متقسمه لانواع كتير كل نوع مختلف عن التاني. وبرونو وعد بطلنا انه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يحقق اكبر ربح. وقتها طلب منه يبص على البضاعه، ولما برونو مسك البلوره السحريه عرفه ان دي بالذات عليها طلب كبير، وانها هتتباع بسرعه، ده غير انها نادره جدا وبتظهر مره كل 300 سنه. فعشان كده بطلنا استدعى صندوق الغبار وقرر يعمل منها نسخ كتير، لكن للاسف اتاخر عن المده المطلوبه، والبلورات اللي خرجت كانت صغيره لكن شكلها كان اجمل. ولما بطلنا حطها في العلبه انبهر جدا بالمنظر، وقرر يشيلها معاه في صندوق التخزين. وبتمر الايام ومملكه بطلنا اتعادت مع مملكه كويستادور، وعشان بطلنا يثبت لهم حسن نيته قرر يدي زعيم المملكه البلوره السحريه اللي عملها. ولما عرف انها حقيقيه وعمرها اكتر من 500 سنه الكل بيتصدم. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف بطلنا وهو بيتكلم مع اخوه، وكان قلقان من زعيم مملكه كويستادور لحسن يحس ان الهديه اللي جات له دي اهانه ليه. لكن برونو قال له مستحيل الكلام ده يحصل، وانه اكيد هيفهم الموضوع. وفعلا كلامه طلع صح. وريتا اول لما جت بلغت بطلنا ان الهديه عجبت المملكه كلها، وانهم بعتوا هديه ليه كمان، وان الخطه مشيت زي ما هو مخطط لها بالظبط. وبكده بطلنا يقدر يرتاح شويه. وهنا بتنتهي حكايه بطلنا ويليام. فلو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك لان ده بيشجعنا نستمر. وفي النهايه ما تنساش صلي على النبي. اشوفكم في حكايه جديده والسلام.